اوعي ترمي روس وقشر الجمبري لانك ممكن تعملي منهم احلى والذ شوربة سي فود. في حلة على النار هننزل بفصين من الثوم المفروم، وعليهم طماطمايه وبصلايه متقطعين، وهنبدأ بقى ان احنا نشوح الحاجات دي مع بعضها. وطبعا هنكون مسخنين الحلة ويكون فيها معلقة من الزيت. هنبدأ ان احنا نشوح فيهم، وبعد كده هنضيف الملح والفلفل الاسمر. بعد كده هننزل عليهم بالمية، وطبعا يفضل تكون مية سخنة. هنسيبهم بقى يغلوا كده مع بعض لحد ما البصل ده يستوي هو والطماطم، علشان ينزلوا كل النكهة اللي فيهم، وروس الجمبري تنزل النكهة بتاعتها في الشوربة. بعد ما تغلي وتاخد اللون الحلو ده والمكونات كلها تستوي، هنبدأ بقى ان احنا نديلها تقليبة سريعة كده، وكمان احنا خدناها صفيناها. بعد كده بقى في نفس الحلة هنغسلها ونحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة، وهنحط بصلة متوسطة متقطعة مكعبات، وهنشوح البصلة لحد بس ما لونها يبقى شفاف، يعني تكون دبلانة. بعد كده بقى هنزل بالكابوريا والجمبري والجندوفلي، وهسيب السمك لحد الاخر خالص لان السمك ما بياخدش تسوية. هنزل بقى بالشوربة بتاعتي اللي انا صفيتها، وهسيبهم يغلوا مع بعض، يعني هما مش هياخدوا خالص تسوية يا جماعة. ودي الشوربة بعد ما جهزت. طبعا انا ما كنتش حطيت السمك ده، السمك انا حطيته 10 دقايق، وهقوم مطفية عليهم النار. طبعا بنزل عليهم بنص كوباية من كريمة الطهي، بتخلي القوام بتاعها كريم وبتخلي طعمها حلو جدا. وبعد كده بطفي عليها. طبعا هي ما بتاخدش وقت خالص لان المكونات دي كلها يعني بتستوي بسرعة. وبس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات.